يعني انا اتعب في حاجه زي كده الكرتون عشان يطلع شكله حلو والناس تشوفه او اللي قاعد يبقى شايفه، اجي في الاخر احط كوشن كبير ما يبينش اي حاجه. طب وعلى ايه؟ طب ما كنا عملناه ساده. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله جبنا لكم الانتريه بعد ما خلصناه، الانتريه اللي انتوا فاكرينه. اللي مش فاكره يشوف الفيديوهات القديمه هيعرف. زي ما انتوا شايفين كده اكنه ما كانش قديم خالص، وكأنه معمول حاجة جديدة وستايل جديد وحاجة على مستوى. طبعا دهناه زي ما انتم شايفين ما بين الذهبي والفضي، يعني بيكب كده وبيكب كده اللون ده عشان خاطر يليق على اللون دوت اللي هو المنت. طبعا عند العميل فيه حاجات ذهبي وكده، فالقماشة اصلا ما يليقش عليها الذهبي السيرف، فاضطرينا ان احنا نجمعوا الاتنين دولت يبقى ما بين دوت وما بين ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده القعده زي ما انا وريت لكم كلها خشب اللي هو الملل. الكثافات طبعا ما بشتغلش الا الكثافه 45 اللي هي زي ما انتم شايفين كده اللي هي الصناعات. هي حاليا بقت حاجه سعر نار، بقول لكم عليها بكام، يعني عدت ال2000. زي ما انتم شايفين كده الكرسي بقى غير التاني خالص اللي هو القديم، حاجة تانية، حاجة مودرن، حاجة رقيقة. نفس نظام الكنبة. كان هنا الكنبة معمولة 3 قطع، ما ينفعش فيها 3 قطع. ليه؟ لأن لو عملناها 3 قطع كده اهو هتبقى قطعة صغيرة جدا. ماشي الكلام دوت لو هي كبيرة، انما هي القعدة يا دوبك على قدها شلتتين وهتبقى اشيك واظرف. نفس النظام الكنبة الصغيرة شلتتين دي، يعني اما انا فيه بيتعمل شلتة واحدة بس، ده يمشي وده يمشي لان ده برضو ذوق حلو وبرضو التاني ذوق حلو اللي هو الشلتة واحدة. هنا حطيت قماش كاروهات دوت عشان يعمل شغل شوية، عشان يدي ايه ميكس، يعني ما يبقاش العملية هادية وخلاص، لا يبقى فيه شغل ومعاه ترابيع الفرو. وزي ما انتم شايفين كده دي كنبة شازلونج. شازلونج يعني تعتبر بتتحط في أوضة النوم. مش شرط الشازلونج يبقى بجنب او ليه دراع واحد او الكلام ده، لا ده هو اشكال فيه ياما، ده من ضمنها. طب هو ممكن يتعمل منه طقم، ممكن يتعمل منه طقم، بس هو الاغلب المنظر اللي انتوا شايفينه ده والشكل ده ده بتاع الشازلونج عشان العرض اللي فيه والكلام دوت، فبيدي ايه اللي عايز يقعد عليها اللي عايز ينام كده. يعني زي ما انتوا شايفين كده كله معمول كابونيرز اللي انتوا شايفينه. في ناس بيحطوا شيلت كبيرة ورا عشان هي عريضة، فازاي يعني انا اتعب في حاجة زي كده الكرتون عشان يطلع شكله حلو والناس تشوفه او اللي قاعد يبقى شايفه، اجي في الاخر احط كوشن كبير ما يبينش اي حاجة. طب وعلى ايه؟ طب ما كنا عملناه سادة. بس هو الصح بتاعه زي نفس النظام كده. كده احنا خلصنا الفيديو وخلصنا الانتريه والركنه، وفي شغل ياما. طبعا الشغل ده طالع رايح الشيخ زايد، ان شاء الله الشغل اللي جاي اللي هو الفيديو اللي جاي ده رايح مطروح ان شاء الله. ربنا ييسر الامر واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير وكل خير. وزي ما انتم شايفين ده البنكيت، ده برضو ايه هيبقى من ضمن او مع الشغل اللي هو مسافر فيه ده عشان بس العميل يشوفه. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.